ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ شايفين الطبق الجميل ده؟ الكشري المصري، الكشري الاسكندراني بتاعنا. جميل جدا جدا، والبيض المدحرج بتاعه والبطاطس المحمرة. ويلا بينا بقى ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف نعملها ازاي، بس مش انا اللي عاملاها النهاردة، ده بنتي آلاء. هنبتدي نحط الزيت الاول. حطينا حلة على النار وحطت فيها حوالي نص كوباية زيت و3 معالق زبدة. وطبعا العدس هي حطت المعيار بتاعه بالبولة اللي انتوا شايفينها دي، هي هتحط كوباية ونص مية. وحطت قدامها كوباية رز وكوباية عدس اصفر. طبعا مش بنحط 2 لان بس عشان الكشك العدس ما بياخدش ميه كتير. ابتدت تتبل الميه بتاعتنا بالملح. حطت حوالي معلقتين ملح او 3. ورشة فلفل، يا بتحب الفلفل فيه بتحب تحط التاتش بتاعها. اكلة جميلة وبسيطة وحلوة اوي اوي ومغذية كمان. وقلبت الملح مع المية. وابتدت تحط العدس بتاعنا مع الرز وقلبته، اديته تقليبة كده. وسابته لما غلى بقى بالشكل ده. يلا بقى تشجعوها على الاكله بتاعتها الجميله الكشري. لايك وشير وسبسكرايب. وده بقت الاكله بتاعتنا. الكشري ودحرجه البيض وقلته بسمنه بلدي ورشت عليه ملح وفلفل. وحمرت جنبه بطاطس، وطبعا برضو كانت عامله معاه سلطه. وبألف هنا عليكم يا رب، وسلام.